بص يا صاحبي، المكسيك دي بلد مش زي أي بلد تاني. فيها تاريخ غريب، طبيعة جميلة، وشعب بيفرح حتى وهو فقير. المكسيك موجودة في أمريكا الشمالية، تحت أمريكا على طول. عدد سكانها أكتر من 130 مليون بني آدم، واللغة الرسمية هناك الأسبانية، بس ساعات بتقابل ناس بترد عليك باللغة الإنجليزية كمان. البلد دي فيها حضارات قديمة جدا زي الأزاتيك والمايا، ودول كانوا ناس أذكياء بيبنوا أهرامات وبيراقبوا الكواكب. بس دول كان عندهم حكايات غريبة زي إنهم كانوا بيقدموا قرابين وقصص كبيرة من القصص دي. في القرن الستاشر الأسبان دخلوا المكسيك واستعمروها لحد ما خدوا منها كل حاجة تقريبا، لحد ما البلد خدت استقلالها سنة 1821. ومن وقتها المكسيك في طلوع وهبوط بثورات وانقلابات وحروب. بس رغم كل ده المكسيك بقت بلد ليها طعم خاص. النهارده المكسيك مشهورة بالسياحة وعندها شواطئ بتخطف القلب زي كانكون وبلايا دي كارمن، وفيها آثار قديمة زي الأهرامات المايا ومدن ملونة زي كرتون أزرق وورد أصفر. الدنيا هناك ملونة بشكل غريب يعني، وعندهم المزيكا كمان من الحاجات الكتير اللي هما بيعشقوها. والعاصمة اسمها مكسيكو سيتي، مدينة ضخمة فيها كل حاجة، تاريخ، أسواق، مطاعم، وزحمة خرافية. المطبخ المكسيكي فيه حاجات وأسامي أكل غريبة، بس هم مشهورين بالشطة. المكسيكيين ناس بيحبوا وبيعشقوا، عندهم أعياد اسمها يوم الموتى وبيحتفلوا بالموت، وكله زينة ورقص. يعني الموت مش نهاية، ده لا، دي مناسبة. المكسيك بلد جميلة جدا، وفيها كل حاجة ممكن تبسطك، من ضحك الموسيقى في الشارع وفي كل حتة. وفيها تاريخ لسه عايش لحد النهاردة في المعابد. لو ناوي تسافر أو تجرب المكسيك، فيها كل حاجة هتخلي قلبك ينبسط، حتى لو مش فاهم كلامهم، بس هتنبسط وتبقى التجربة جميلة. يا رب لو عجبك الفيديو ما تنسانيش. شكرا ليكم.